لكن الاشكاليه هل انه التحذيرات هذه الكل والمباريات الوديه وغيره ستاتي اكلها مباشره توا والا يلزمها شويه وقت؟ هذا هو الاشكال. احنا كي نشوفوا المقابله نتاع اليوم ونشوفوا زي ما نقولوا بين ظفرين على خاطر نشاهدوا فيها خلصه كما يقولوا. شوف انت عدد وحيد، نعطيك عدد وحيد تفهم المقابله الكل. 11 ركنيه ضربه ركنيه للسي اس اس، 0 لسابي، تفهم كل شيء. اي لكن استاذ اليوم النادي الرياضي البنزرتي اذا باش نحكيو فنيا مع خالد بن يحيى، خالد بن يحيى وين ما مشى كان يبني لك من الصفر، يكون لك، يخلي بصمته في اي نادي. اليوم اذا خالد بن يحيى وصل قبل باش يجي النادي الرياضي البنزرتي الا بعد متابعه للامكانيات الفنيه نتاع اللاعبين. لكن انا اللي نتكلم فيه راي الكواليس اللي تضر بطريقه مباشره في الكره شويه. لانه شوف استاذ، نحن نشوفوا قبل خالد بن يحيى كان مثال الحدوسي واللي صار عليه هو قعد سويعات راهو. عارف لانه شنو الصراع اللي صار ما كانش فني، كان بين اشخاص مسؤولين، هذا معاه وهذا ضد. هذا خلى ورثه نتاع ماديه كبيره صحيح. اثقل بها كاهل الاداره الجديده. اليوم الاداره الجديده اسكو تنجم تحسبها هي على منع الانتداب، تنجم تحسبها هي على الاجور نتاع اللاعبين، تنجم تحسبها هي على الديون المتخلده. ري الناس خذت ورثه هزتها على كتافها متحمله بها المسؤوليه، واللي يدفع في الفاتوره اليوم هما الملاعبيه من ناحيه اولى، المدرب اللي قبل هالمجازفه، والجمهور اللي بالنسبه له ما تعنيش. هذا الكل يعني نتيجه على الملعب. هي الفتره الاخيره يلزم